مرحبا بكم مع الانمي الاسطوري سولو ليفينج المليان بالاثاره والقصه الدراميه الملحميه مع البطل الاضعف في العالم واللي بيتحول لمقاتل اسطوري علشان يقضي على الوحوش اللي بتهدد الارض. بس قبل ما نبدا ما تنساش تصلي على النبي علشان اخد حسنات وتاخدوا حسنات. وبتبدا الحكايه بكوريا الجنوبيه في عالم غريب مهدد دائما بخطر الوحوش المرعبه اللي ممكن تبيده بالكامل. وفي جزيره مهجوره متحوطه باسطول من الجيش بتبقى في معركه ملحميه، وقائد الاسطول عارف كويس ان كل اسلحتهم لا يمكن تاثر على الوحش والامل الوحيد في الصيادين. وعلى جزيره مرعبه بنشوف فريق من الصيادين بيحاول يقاتل وحوش النمل المخيفه، ولكن قوتهم ضعيفه ومش عارفين يقفوا قصاد وحش واحد بالرغم من هجماتهم المنظمه والقويه. ومع كل هجوم بيموت عدد من الفريق بطرق بشعه جدا، وخلاص مفيش امل. النمل قوته مرعبه بالنسبه لهم، وكل واحد بيواجهوا الموت في كل لحظه والدم بيطير في كل اتجاه. وبيقف الصياد الاخير مرعوب من هول المنظر، قوتهم مش كفايه، درجتهم السحريه اقل بكتير من قوه النمل. مفيش امل والموت مصيرهم، وخلاص قائد الفريق فقد الامل والنمل بيقطع فيه ويستسلم لمصيره المحتوم. وفجاه بيظهر صياد من مستوى اعلى منه وبيقتل الوحش وبيدافع عنه بقوته السحريه، بيقدر يشفي كل جروحه في ثواني متعدده. ومع وصول عدد اكبر من الصيادين الرتبه الاعلى المتميزين بيقدروا بسهوله يخلصوا على النمل وبيدمروهم بدون مجهود. وهنا بيظهر خطر اكبر، زعيم النمل بنفسه، وبيبقى عارفين كويس انه مش قائد الوحوش على الجزيره ولكنه زعيم النمل مش اكتر. وبسرعه رهيبه اتنين من نخبه الصيادين المتميزين بيهجموا على الزعيم بضربات ساحقه ومدمره، وبيقدروا يقطعوا الحتت وبيفتكروا ان كده خلاص. وقبل ما يرتاحوا بيظهر عدد اكبر من زعماء النمل ومحدش فيهم فاهم ايه اللي بيحصل. اللي قتلوه طلع مش الزعيم، ده مجرد وحش قوي مش اكتر. وعلشان يستعدوا للمعركه المخيفه بيجمعوا كل قوتهم الممكنه وبينفذوا ضربات ساحقه. وفي نفس الجزيره بمكان اخر رئيس نقابه الدرع مجمع عدد من المقاتلين وبيواجهوا مجموعه كبيره من النمل، ولكن مع قوته الاسطوريه بيقدر بضربه واحده يخلص على النمل الصغير. وفريقه بيهجم كرجل واحد وبيواجهوا الاهوال. وعلشان نعرف اللي بيحصل بنرجع 10 سنين. كان العالم هادي وطبيعي، ولكن ظهرت بوابات غريبه بتربطهم بعالم موازي مليان بالوحوش الاسطوريه والسحريه المرعبه. في الاول حاول الجيش يتصدي للوحوش، بس الاسلحه العاديه ما كانتش بتاثر فيهم، ولكن مع ظهور البوابات في مجموعه من البشر ظهرت عليهم قدرات قتاليه متميزه وسحريه، وبقى اسمهم الصيادين. وكل واحد من الصيادين بيبقى جواه قوه سحريه مختلفه عن التاني، وعلى حسب قوته بتزيد الرتبه الخاصه بيه. اقوى رتبه هي اس او المتميزين، ويليهم في قوه الرتبه الاولى لحد ما نوصل للاضعف وهم الصيادين الرتبه الخامسه. والمعروف ان بمجرد حصول الشخص على قوته السحريه مهما حاول لا يمكن يطلع لمرتبه اعلى او تزيد قوته، يعني هيفضل على طول في مكانه. وفي الوقت الحالي بعد 3 سنين من معركه الجزيره بيظهر استاذنا السونج، شاب ضعيف وغلبان وصياد من الرتبه الخامسه، ويعتبر اضعف صياد في العالم. ودلوقتي رايح لمغامره جديده مع فريق من الصيادين وجايبينه بس علشان يكملوا العدد المحدد للغاره على البوابه، علشان لازم يبقوا 8 اشخاص. والصيادين اول لما بيشوفوه بيعرفوا وبيتاكدوا ان المهمه بتاعتهم هتكون سهله جدا. ومن ضمن الفريق المعالجه جوهي، ودي صياده من الرتبه الثانيه ولكنها جبانه، علشان كده بتروح مهمات سهله وتعرف سونج كويس لانها عالجته كتير جدا، وبالرغم من ضعفه بس واضح عليها الاهتمام والاعجاب بيه. وبسرعه بيبدا قائد المجموعه الشيول بدخول البوابه، واللي من اضعف رتبه في تصنيف البوابات، ووراه الفريق بالكامل. سونج بيبقى في اخر المجموعه ومعاه خنجر ضعيف، وبيبقى عنده امل يجمع بلورات سحريه يقدر يبيعها ويصرف على ام اخته. وبصعوبه شديده قدر يخلص على وحش وياخد البلوره منه، ولكن في لحظتها بيهجم عليه وحش تاني. بيحاول سونج يدافع عن نفسه بس بدون امل، خنجره بيتكسر والوحش بيطعنه بقوه وبيقع على الارض بيتألم وبينزف. وساعتها بيجي واحد من الفريق وبينقذه، اما جوهي فبتجري عليه وهي خايفه وبتعالجه قوتها الشفائيه وبيرجع سليم. سونج بيبص حواليه، كل صياد بيقاتل الوحوش بشجاعه وقوه وهو ضعيف، واي وحش ممكن يقتله بسهوله، بس ما عندهوش حل تاني، لازم يجمع احجار سحريه من الوحوش او بلورات المائيه من الكهف، ومن غير ما يبيعهم مش هيقدر يعيش ويصرف على عائلته. وبعد معارك قويه واصابات اكتر لسونج بيقدر الفريق يخلص على زعيم البوابه اخيرا، وبيجمعوا البلورات اللي محتاجينها. وساعتها الفريق بيلاحظ حاجه غريبه محدش متوقعها في نفق تاني قصادهم، والمفروض خلاص البوابه تتقفل ويخرجوا من المكان، بس ده ما حصلش. الفريق مصدوم، هل دي بوابه مسدوجه ولا في حاجه تانية؟ وما بيبقوش عارفين يبلغوا نقابه الصيادين. وساعتها فريق تاني هيجي مكانهم
ولا هيكملوا لوحدهم وياخدوا الغنائم لوحدهم. وعلشان ده شيء ما حصلش قبل كده بيقرر شيول ياخد تصويت الفريق 6 موافقين و6 معترضين، وسونج الصوت الاخير والفاصل. وبكل حزن بيبص للبرولة اليتيمة اللي معاه وبيقول يمكن ياخد بلورات اكتر لو كمل، وبيوافق انهم يكملوا علشان يعالج امه ويدفع مصاريف مدرسة اخته. بيكمل الفريق طريقهم وجواهم مشاعر القلق والاضطراب ومش عارفين اللي هيقابلوه، لحد ما بيلاقوا قصادهم بوابة عملاقة بشكل مرعب ومحدش شافها قبل كده. ومع دخولهم من البوابة بيتفاجئوا بمنظر ولا في احلامهم، قاعة ضخمة مليانة بتماثيل ضخمة مخيفة، وفي وسط القاعة تمثال حجم اسطوري، والكل بيدب في قلوبهم الرعب والتوتر، محدش فاهم ايه اللي بيحصل وفين الوحوش وفين المكان ده. وساعتها بيلاحظ واحد منهم كتابة غريبة وقديمة مكتوب فيها شوية تعليمات لازم يعملوها لو عايزين يخرجوا من هنا على قيد الحياة. وفجأة باب القاعة بيتقفل عليهم والصيادين بيتصدموا، محدش في العالم قابل مكان زي ده، وجواهم سأل واحد مصيرهم هيكون ايه. من الخوف واحد بيحاول بيهرب ويفتح الباب، وفي لحظتها بيتحرك تمثال بسرعة خارقة وبيقسموا نصين قصاد عيونهم. الكل في حالة صدمة والخوف مال عينيهم، صديقهم مات في لمحة البصر وصرخاتهم بتملى المكان، خلاص حياتهم مهددة بالخطر بقوة خيالية ما يعرفوش عنها حاجة. سونج بقى عارف انه هيموت لا محالة، وبيحس ان باقي دقائق معدودة، وفجأة التمثال الضخم بيبص له بنظرة بتخترق روحه، وبيعرف ان خلاص حظه هينتهي هنا، وبيفتكر المرات العديدة اللي نجا فيها من الموت قصاد وحوش ضعيفة. ايه اللي ممكن يعمله قصاد وحوش قوتها اسطورية بالشكل ده؟ وفجأة سونج بيصرخ بقى على صوته على الكل انهم ينبطحوا على الارض، ومن عيون التمثال الاسطوري بتخرج نار زي الجحيم بتدمر كل شيء حواليها، والشخص اللي بيقف قصادها بيتحول لرماد في لحظتها. الصيادين في حالة صعبة وكل لحظة بيموت ناس من فريقهم، ولولا صرخات سونج كان زمانهم ماتوا كلهم. ولكن فين الامل في هروبهم دلوقتي؟ هم قصاد قوة غير مفهومة وصعب تخيلوا التماثيل دول قادرين على ايه. سونج اللي عارفه حاجة واحدة انهم هيموتوا ودي النهاية. بيحاول شيول يهدي فريقه ويمنعهم من التحرك بشكل عشوائي، ولازم يفهموا ايه اللي بيحصل علشان يخرجوا من هنا. وبيشكر سونج على صرخاته في اللحظة الأخيرة، ولولا كان زمانهم ماتوا كلهم. وبرغم من ان شيول فقد ايده في الهجوم الأخير، ولكنه بيحاول يتماسك ويكون قد المسؤولية، ويبقى عارف كويس ان جوهي مش هتقدر تعالجه في حالتها النفسية دي. وبعد تفكير شيول بيعرف ان الحل في الكلام المكتوب على اللوحة. اول حاجة لازم يعبدوا التمثال الاسطوري، والتانية يشكروه، والتالتة يثقوا فيه. وفي وسط كلامهم في صياد بيقرر انه يستجمع كل قوته وبيتحرك بسرعة جدا ناحية الباب، وواثق ان مفيش تمثال هيقدر يوقفه. ولكن فجأة التمثال الاسطوري بيخرج من عينه ضوء غريب، وفي لحظتها بيتبخر الصياد وما بيفضلش منه غير رجله فقط. الرعب بيزيد جوه قلوب الصيادين، التمثال بيقدر يسحقهم في اي لحظة زي النمل. ولكن شيول بيفكر مع سونج ايه اللي مخلي التمثال صابر عليهم كل ده وما قتلهمش. وبيفهم سونج انهم لازم ينفذوا الكلام المكتوب، بس ازاي يعبدوا التمثال ده؟ وعلشان كده بيقوم هو كل ثقة في نفسه وبيقول للجميع ينحنوا ليه. وساعتها بتتغير ملامح التمثال الابتسامة الاكثر رعبا في التاريخ، فبيقول له اكيد انهم نفذوا اول وصية وبيقوموا من مكانهم. وفي تلك اللحظة بيقوم التمثال من مكانه وبيتحرك ناحيتهم بخطوات بتهز الارض تحتها. ودلوقتي معاد الخطوة الثانية، بيحاول واحد منهم ينزل على ركبه ويصلي للتمثال ويشكره، بس التمثال ما بيقفش وبيكمل في خطواته وبيقرب اكتر من الصياد. ومع كل خطوة الرعب بيزيد جواهم لحد ما التمثال بيدهسه تحت رجليه بدون رحمة. وهنا الفريق بيحاول يهرب وينجو في حياتهم، واللي بيقف في مكانه بيتفرك تحت اقدام العملاق. ولما بيقف واحد منهم جنب تمثال فجأة بيتحركوا بيشقوا النصين في لمح البصر. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ الهجوم من كل اتجاه والدم من كل مكان، ازاي يهربوا من الكارثة دي؟ ازاي ومع كل خطوة بيموت واحد منهم؟ وسونج بيعصر دماغه ازاي يصلوا للتمثال وعايز منهم ايه بالظبط. وساعتها بيلاحظ ان في تماثيل معهاش اسلحة ولكن آلات موسيقية، وبسرعة بينادي على كل اصدقائه كل واحد منهم يقف قصاد تمثال. واول لما بيسمعوا كلامه التماثيل الموسيقية بتبدأ بالعزف، وما بيبقاش فاضل غير جوهي وسونج، فبيسيبها عند تمثال منهم وبيجري ناحية اخر تمثال. والتمثال العملاق بيطارده خطوات سريعة، ومع كل خطوة منه بيزيد الخطر على سونج. واول لما بيقف عند تمثال مقاتل بيهجم عليه، خلاص سونج مات وانتهى الكل في حالة من الصدمة. ولكن من تحت الرماد بيخرج سونج وبيزحف على الارض برجله مقطوعة لحد ما بيوصل اخيرا عند اخر تمثال وبيبدأ بالعزف، وهنا بينتهي كل شيء وبيرجع التمثال الضخم على مكانه. وبكده بينفذوا تاني خطوة مش فاضل غير الاخيرة. جوهي مش قادرة تتمالك نفسها وهي شايفة سونج رجله مقطوعة ودمه مغرق المكان، فبتحاول تعالجه بس قوتها ضعيفة واصابته مرعبة وما بتقدرش ترجعه سليم تاني. الوضع مأساوي والكل بيلقوا له من لوم على شيول علشان جابهم لهنا، ونسيون القرار كان بالتصويت. وبكل شجاعة شيول بيتحمل المسؤولية قصاد الجميع وبيبقى جاهز لأي عقاب. وفجأة بتخرج من تحت الأرضية طاولة دائرية وبيعرفها سونج من الأساطير القادمة إن وجودها معناه تضحية بشخص بشري ولازم يقدموا لشخص منهم كقربان للتمثال. الصياد كان بيبقى شايف إنهم لازم يضحوا بشيول كجزء من مسؤوليته قصاد الفريق وبدون نقاش،
وبكل احساس بالذنب بيتحرك ناحيه الطاوله، وساعتها بتولع شعله من النار جنبه ومفيش حاجه تانية بتحصل، فبيفهموا ان الكل لازم يتحركوا ناحيه الطاوله، وفعلا بيتحركوا لهناك، وساعتها بتولع 6 شعلات على عدد الموجودين بالظبط، وحواليهم بتظهر شعلات تانية باللون الازرق وبتحاصرهم من كل اتجاه. وفي اللحظه دي بتتفتح البوابه والتماثيل بتبدا تتحرك ناحيتهم ومحدش فاهم يعمل ايه، ولكن سونج بيفكر بسرعه وبيقول لهم محدش يبعد نظره عن التماثيل علشان تقف في مكانها، ولو حد غمض عينه هتتحرك تاني ناحيتهم. وفعلا بيسمعوا كلامه والتماثيل بتقف في مكانها، ولكن من رعب وصدمه في واحده بتطلع بتجري وبتهرب من الباب وشعلتها بتنطفي. سونج بيفهم انهم لازم يستنوا في مكانهم لحد ما الشعلات الزرقاء تنطفي لوحدها وهيقدروا ينجوا كلهم، بس الصيادين بيتمسكوا بالامل اللي قصادهم وواحد ورا التاني بيهربوا من الباب لحد ما بيفضل شيول وجوه سونج. وخلاص سونج عارف ان مع عددهم الضئيل هيموتوا والتماثيل بتتحرك ناحيتهم، فبيقول لجوهي تهرب وهو هيقدر ينجو، وبيوعدها انه هيعزمها على العشاء زي ما طلبت منه قبل كده. وبالرغم من صعوبه الموقف بتبقى رافضه تسيبه وتمشي، فبيقرر جوهي يضربها ويفقدها الوعي وبياخدها وبيهرب من المكان. خلاص هي دي النهايه، سونج قصاد التماثيل لوحده ومفيش اي امل في نجاته، وبشجاعه بيمسك السيف وبيحاول يصد ضرباتهم، بس مفيش امل، حياته هتنتهي هنا، ومع كل ضربه بيتقطع جزء منه وسط صرخاته المليانه بالالم والحسره. دم سونج بكل مكان، قصته خلاص بتنتهي، اهله مش هيشوفوهم تاني والجبناء سابوه وهربوا، يواجه مصيره لوحده وضحوا بيه بكل سهوله شويه منافقين ما يستحقوش الحياه. سونج بيتنى فرصه واحده بس علشان يعيش ويشوف اللي بيحبهم ويكمل حياته معاهم. ومع الضربه الاخيره بيظهر قصاد سونج شيء غريب، شاشه بتقوله انه مؤهل يبقى لاعب واللي لازم يوافق خلال ثواني او هيموت، وبدون تردد بيوافق وبيتعلق باخر امل ليه. فجاه بيفوق سونج من المستشفى جسمه سليم، ايده ورجله في مكانها، يا ترى ده كابوس مرعب ولا حقيقه؟ وحد انقذه. سونج مش فاهم حاجه هو ايه اللي بيحصل. ساعتها بيخش عليه الغرفه 2 من قسم المراقبه بنقابه الصيادين وهم جينيسول وكانج، وبيعرفوا انه كان غريب عن الوعي بقاله 3 ايام وكل اللي حصل ده حقيقي. والصيادين اللي هربوا بصحه كويسه ولكن حالتهم النفسيه متدهوره. شيول قرر الاعتزال بعد ما فقد ذراعه، وجوهي بتتعالج نفسيا من الصدمه. النقابه كلها في حاله من الصدمه والكارثه اللي حصلت لهم، شيء نادر جدا. وبعد ما وصل لهم خبر اللي بيحصل جريوا اقوى اعضاء في نقابه النمر الابيض علشان تشوف ايه اللي بيحصل، ولكن كل اللي لقوه سونج مرمي على الارض وبصحه سليمه، ولكن القاعه والتماثيل الحجريه كلها اختفت من الوجود، شيء مستحيل يحصل. والنقابه نفسها شكت ان القصه تكون حقيقيه، ولكن بعد سماع شهاده الصيادين واللي كانت متطابقه بنسبه 100% اتاكد انه كل اللي حصل ده حقيقي، وما حدش عنده تفسير لوجود سونج سليم ولا عايش. وبيشك انه ممكن يحصل له استفاقه تانية، ودي في حاله نادره الصياد قوته السحريه بتتغير وبيكتسب قوه اكبر بكتير، لدرجه ان اللي حصل لهم كده بيبقوا في الرتبه المتميزه او في الدرجه الاولى. وطبعا ده شيء بيفرح سونج، ولكن لما جينيسول بيشغل عليه جهاز قياس الطاقه السحريه بيلاقيه زي ما هو في الرتبه الخامسه، وعنده اقل طاقه سحريه ظهرت في تاريخ البشر. وبعدها بيمشي مسؤولين النقابه وهم محتارين في اللي حصل لسونج، واول لما بيمشوا بتظهر قصاد سونج الشاشه، فبيفتكر اللي حصل له قبل موته بلحظات. ومع دخول اخته جين لغرفته بيلاحظ انها مش شايفه حاجه، هو بس اللي بيشوف الشاشه دي وما بيبقاش فاهم معناها ايه. وبعد ما جين بتطمن عليه بتسيبه وتمشي، وبيبدا سونج يتعرف اكتر على الشاشه اللي شبه العاب الكمبيوتر بالظبط، وبيلاقي رساله جايه له انه دلوقتي بقى لاعب وعنده مهمه يوميه لزياده قوته، زي انه يلعب ضخم، او ان النظام ده موجود علشان يطور من قدراته القتاليه ومهارته المتنوعه، ولو ما سمعش كلام النظام هيتعرض لعقوبات مختلفه. سونج مهمته اليوميه بتبقى غريبه بالنسبه ليه، انه يلعب ضغط ويجري مسافه 10 كيلو وحاجات مختلفه، وبالرغم من التحذير بالعقاب بيقرر انه يرتاح وينام ويكبر دماغه، وبيفتكر ان ده هزار مش اكتر. وبعد مرور ساعات بيخلص الوقت المحدد للمهمه اليوميه، وفجاه بينتقل سونج لصحراء مليانه وحوش عملاقه ومطلوب منه يهرب منهم لمده 4 ساعات، وده العقاب بتاعه. وبكل حيره وصدمه بيهرب سونج من الوحوش المخيفه وبيجري باقصى سرعه ممكنه، ومع مرور الوقت بيكافح اكتر للنجاه بحياته، والعرق نازل منه وما بقاش قادر يتنفس. ومع نهايه الوقت بيرجع تاني لغرفته وعليه علامات التعب والارهاق الشديد وبيغمى عليه، ولما بيفوق بيقرر انه لازم يلتزم بتعليمات النظام، وبينزل يجري في حديقه المستشفى وبيتدرب بنشاط وحيويه. وفي الوقت ده بتوصل جوهي علشان تطمن عليه، وبتلاقي الممرضات قاعدين يتفرجوا على سونج باعجاب شديد، فبتتضايق وبتمشي. سونج بقاله 4 ايام بيلتزم بتعليمات النظام وبيفهم ان كل اللي بيحصل له ده حقيقه، ولما بينفذ المهام اليوميه بيجي له هدايا زي الشفاء التام واستعاده صحته، وكمان نقاط قوه يقدر يضيفها في خانات كتيره زي السرعه والقوه والتحمل، وكمان صندوق عشوائي بيجي له هدايا مختلفه، وبقى وكانه عايش جوه لعبه بالظبط. والنهارده بيخرج له من الصندوق مفتاح غريب لمغاره وحوش مخصصه ليه، بس هو اللي يقدر يخشها علشان يزيد قوته. وفي المستشفى سونج بيروح يزور ام المريضه، وبيفتكر الخبر المشؤوم لما اكتشف انها اتصابت بمرض الثبات الابدي وهتفضل نايمه كده
للأبد، وده مرض ظهر مع وجود البوابات والطاقة السحرية في عالمنا ومفيش علاج ليه. ومع تدريبات سونج المستمرة قوته بتزيد وشكله بيتغير بدرجة مبهرة، وكل اللي في باله المعاناة اللي شافها علشان يجيب فلوس في الماضي، وحياته اتغيرت لما عرف انه بقى صياد، ولكن الموضوع كان اكبر منه، وعرض نفسه لاخطار كتير علشان يجيب مصاريف البيت وعلاج امه، واستحمل تنمر باقي الصيادين لفترات طويلة، ودلوقتي بقى عنده القوة والمهارة علشان يغير من مستقبله ويحسن حياته. وبعد خروج سونج من المستشفى بيقرر يستكشف المغارة وبيروح لمحطة المترو، وهناك بيظهر له قفل غريب هو بس اللي شايفه، ومع استخدام مفتاح بينتقل لعالم تاني وحاجة مختلفة جدا عن البوابات اللي بتفتح. بيبدأ سونج رحلته الفردية بشجاعة وأمل كبيرة، ومش هتخلص غير لما يقتل الزعيم أو استخدام حجر الانتقال. في البداية ما بيكونش واثق من قوته وفاكر إنه ضعيف زي زمان ومش هيقدر يقاتل الوحوش، ومع ظهور 3 وحوش بيبان عليه نظرات الخوف والرعب، بس بيبقى متأكد من جواه إنه اتغير وبيستجمع قوته، وبيهجم عليهم بسرعة ورشاقة وبيقدر يخلص عليهم وما بيصدقش قوته الجديدة. وفي لحظتها بيظهر ذئب مرعب بفك حديدي، ولما بيبص عليه بيعرف إنه مستواه أعلى منه، ولكن بيحاول سونج يتصدى لضرباته، وبيقول جواه أنا مش هفضل العيل الفاشل يجي الذئب ده جنب التماثيل الأسطورية اللي واجهتها. وبيحس إن جسمه بقى أقوى بكتير عن الماضي وسرعته اختلفت، وفجأة بيدي للذئب ضربة قوية بتحدفه بعيد، فبيزيد الثقة جواه وبيقتل الوحش بشجاعة، ولكن قوته الجسدية ما تبقاش كافية لهزيمة الذئب، فبيفتكر النظام وإن في شنطة سحرية بيفتحها وبيطلع منها سيف قوي، وبضربة واحدة بيقسم الذئب نصين، وفي لحظتها بيرتفع مستواه وبيزيد قوته البدنية وكل إصابته بتختفي. بس لسه احنا في البداية والأكشن هيزيد، ومع ظهور 2 من الذئاب سونج بيحس بالتحدي والإثارة، وبيجمع على واحد منهم بسيفه ورجله وبكل طاقته، وبيقطع الوحش منهم وبيحوله الأشلاء، فالذئاب التانية بتخاف منه وبتهرب، وسونج بيقعد يرتاح شوية وبيلاقوا نفسه ارتفع للمستوى التاني، وده معناه ان قوته زادت بشكل أكبر، يعني كل لما يقتل وحوش بيزيد مستواه، وده بيخليه قادر على مواجهة وحوش أقوى وأعنف، واللي بيخليه مستغرب ان الوحوش دي ما بتوقعش بلورات سحرية، ولكن بيقدر يجمع منها أدوات مختلفة وبيقدر يسحبها من الشنطة السحرية للعالم الحقيقي. والأغرب انه بيلاقي متجر يقدر يشتري منه أي حاجة عايزه، بس المشكلة انه لسه مبتدئ ولازم يعلي مستواه أكتر من كده علشان يشتري، ولما بيبيع الأغراض اللي أخدها بياخد قصاده نقاط ذهبية هتمكنه من الشراء في المستقبل. بيكمل سونج مغامراته وجواه سؤال واحد، هل هيقدر يغلب الزعيم لوحده ولا هيموت قصاده؟ وبيتقطع تفكيره بوصول عدد كبير من الذئاب ومفيش قصاده غير مواجهتهم بشجاعة وتحدي، وبضربات المميتة بيقطع فيهم حتت ذئب ورا التاني، وهو واثق في قدراته على الفوز والانتصار ومش هيرجع الشخص الضعيف زي زمان. وبعد قتال اسطوري بيتغلب عليهم وبيهزمهم شر هزيمة وبيرتفع مستواه بشكل مبهر. وفي نفس الوقت بوسط المدينة بتكون في بوابة ظهرت من اسبوع، وعلشان محدش دخلها وقتل الوحوش البوابة ممكن تفتح في اي لحظة وبيخرج الوحش للعالم الحقيقي. وبعد المعركة القوية السيف خلاص بدأ يتشقق وهينكسر في اي لحظة، وبيعرف سونج من النظام انه بعد ما اخذ لقب قاتل الذئاب عند مواجهة الوحوش من نوع الحيوانات هتزيد قوته 40%، وبقى معاه انياب كتير وحجر الانتقال، يعني ممكن يخرج من المكان باي وقت، فبيفكر يخرج من المكان بس بيقول الاحسن يستغل المغارة في زيادة قوته. وبوسط المدينة بيجي تليفون من نقابة الصيادين لجوهي وانهم محتاجينها عند البوابة لانها اتكسرت الوحوش بتخرج منها ولازم يوقفوها قبل ما تدمر المدينة، وفي نقص في الصيادين حاليا ومحتاجينها ضروري، وما بيبقاش قصادها غير انهم تنضم لهم للقتال. ولسه سونج بيتعمق في المغارة وبيقتل الوحوش المختلفة، وبمرور الوقت بيحس بقوته بتزيد بشكل اكبر، وبيلاحظ ان لما بيبقى اسم الوحش باللون الابيض معناه انه بقى وحش ضعيف بالنسبة له، والاحمر يعني اقوى منه. دلوقتي سونج بقى حاسس بتطوره وانه بقى في المستوى ال15، ولكن واثق ان الزعيم اقوى منه بمراحل وممكن ما يقدرش عليه، وبيقدر بمهارته يحدد مستوى الوحش من غير ما يشوفه. بس سونج بيقرر يكمل ويواجهه، وده الحل الوحيد علشان يزيد قوته. المكان بيبقى غريب بالنسبه لمحطه القطر وفي بحيره عملاقه، وفجاه في شيء بيضرب سونج بقوه لدرجه ان سيفه بينكسر، وفي لحظتها بيظهر تعبان ضخم ومرعب مليان بنظرات الشر. سونج هيعمل ايه وهيواجهه ازاي؟ زعيم القوه دي هيكون تحدي صعب، هيقف قصاده بايده فقط ولا هيدور على حل تاني؟ ومع هجوم سريع من الزعيم بيحاول سونج يتصدى لضربته بسيفه بس بدون اي تاثير، فبيحاول يهرب من قصاده بكل سرعته، بس الزعيم مش مديله اي فرصه وبيهجم عليه وبيضربه اكتر من مره بقوه غاشمه لدرجه انه بيرمي عليه قطر كامل. سونج لا حول له ولا قوه، مش عارف يعمل ايه ومش عارف يتصرف، هل قوته خدعته وافتكر انه هيقدر يقف قصاد الزعيم ولا لا، وفعلا جواه قوه هتخليه يقدر ينتصر. وبصعوبه ما بينجو من القطر وبيقع على الارض ومتمسك بسيفه، وبيفتكر كلام شيول لما كان بيقول له لازم يبقى اقوى ويبذل جهد ضخم علشان الناس تغير رايهم فيه، ودي فرصته اللي اتمنى تجيله لما كان بيواجه التماثيل ولازم يستغلها، ما ينفعش يبقى ضعيف. سونج بيستحمل ضربات الزعيم المخيفه وبيتحمل كل شيء لحد ما بيستجمع كل قوته ممكنه.
كل شيء فيه بيتغير، حتى نظرة عينه سونج اتغير وبقى الشخص التاني بيهجم على الزعيم بقوة جبارة، مش خايف من اي شيء، وبيمسك في رقبته وبيضغط عليها بقوة جبارة ما بيعرفش يجيبها منين، وبيضغط اكتر واكتر لدرجة ان الزعيم بدأ ينزف، وفجأة الزعيم بيصرخ وراسه بتطير من مكانها، وبيقعد جثة ده ايه القوة والعظمة دي. سونج انتصر واكتسب مستويات كتيرة وقدر يجمع حاجات كتير من الزعيم، واهمه من خنجر السام اللي بيزيد من قوته وبيسمم العدو. وبكده بتنتهي المغارة وكل شيء بينتهي من حواليه، وبيرجع سونج للعالم الحقيقي. ومع خروجه من محطة القطر بيلاقي قصاده جندي، ولما بيعرف ان الصياد بيقول له ان في كارثة في وسط المدينة، البوابات فتحت ومعظم الوحوش ماتت، ولكن في وحش عملاق محدش قادر عليه وده الزعيم. وبسرعة بيتجه سونج لهناك وبيلاقي ان الزعيم فعلا قوته مخيفة، فريق كامل من الصيادين مش قادرين عليه بسبب درعه المخيف، وجوههم مش قادرة تعمل حاجة ولا تعالج المصابين، ومن نظرة واحدة بيعرف ان الفريق ده من اقل الراتب ومش هيقدر عليه، والاكيد مصيرهم الموت. وبسرعة سونج بيستجمع قوته وبيسدد سيفه المكسور ناحية الزعيم، وبضربة واحدة اسطورية بيقدر يدمر الدرع بتاعه، وبكده بقى سهل على الفريق هزيمته والانتصار. قائد الفريق بيبقى واثق ان في حد يساعدهم من بره، ولما بيشوف السيف على الارض بيتاكد من كلامه وبيسال على هوية الشخص اللي اطلقه على الوحش. بس خلاص سونج ساب المكان ومشي، وجوه بتشوفه من بعيد وتستغرب جدا. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. سلام.